السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب ريل الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالنا كتير قوي 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 يعني ما شفناش الرزق والخير والجمال الحلو ده مع بعض. يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش اللايك والشير لحبايبكم، بحبكم في الله، وربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، ويخليكم ليا وما نحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. فرختي الجميلة الحلوة عملت لي مفاجأة حلوة وانا ما حبيتش احرمكم منها. طلعت لي كتاكيت، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم زد وبارك. طلعت لي كتاكيت براهمة وطلعت لي كتاكيت حجازي. ده كتكوت براهمة اهو يا جماعة، ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك. مش البراهمة الاصلي عشان ما حدش يقول البراهمة الاصلي، مش البراهمة البيور. الفرخة ديت يعني هندي حجازي معرفش، انا بقول على اللون الرصاصي ده حجازي، بس هي كالعادة يعني ما شاء الله تبارك الله اللهم زد وبارك. رقدت قبل كده وطلعت لي كتاكيت قبل كده. بص 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 الكتكوت طالع منين؟ من تحت جناحها. الكتاكيت دي طالعين النهارده الصبح، وفيهم واحد طالع بقاله يومين، هتلاقيه هو القرشان اللي هناك ده اهو. ما شاء الله. لا مش هو ده لسه طالع النهارده، ده لسه طالع النهارده ما شاء الله تبارك الله. قلت لكم قبل كده في فيديوهات كتير، وده طالع النهارده. هم 4 كتاكيت اهو. القرشان بصوا حصته واكل ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك. عشان هو طالع بقاله يومين كنت باخده اكله وبيته فوق لحد ما ربنا اكرمها وطلعت كمان شويه كتاكيت، خدتهم اكلتهم، بس الجو برد جبتهم معاها. الفرخ الفرخه دي ما كانتش نايمه على البيض في المكان ده، هي كانت نايمه هناك مع الديك الحجازي الابيض بقى الله يرحمه مدعم راح. والبيض دهوت ولاد الديك الحجازي. بس ولاد الديك الحجازي مع ايه انا معرفش، لان كان فراخ كتير بتبيض يومينها، وانا ما كنتش عايزه حاجه ترقد، بس هم كلك كانوا عم بصوا الفرخه ما شاء الله تبارك الله. كل ما تاخد البيض من تحتها تشده هي عشان تنيمه تحتها تاني، فانا ما كنتش حابه انيم بيض. فالمهم يعني كانت في مكانها هوريهولكوا دلوقتي وانا عملت فيه ايه وعدلته. وعايزه اسالكوا على حاجه برضو، قولوا لي يمكن تفيدوني. فالمهم هي بقى ايه، عملت بنت ناس وجت جايه نايمه على البيض، قلت لها خلاص خليكي وانت حره انت وحظك. بقت الفراخ تدخل تبيض تحت منها، ما اعرفش اصلا هما كام بيضه، إيه كام فرخه بتبيض، او كام بيضه نايمين من الاول وكام بيضه نايمين من الاخر، ما جاش في بالي يعني. المهم سبتها نامت، وكان في فرخة تانية عايزة تنام على البيض، خدتها قومتها وطلقتها مع الفراخ الكبيرة وسبتها. اللهم صل على الحبيب المصطفى، صل على الحبيب قلبك يطيب، صلوا عليه. حطوا لايك للفيديو ده يا جماعة عشان الفيديوهات تترفع، لان القناة شادة اللحاف ونايمة خالص والله. وانا كنت بفكر ابيعها علشان خاطر معدتش اطلع على اليوتيوب تاني، بس ما اعرفش الفترة اللي جاية ديت هي اللي هتحدد اذا كنت اكمل معاكم على اليوتيوب. لو انتوا عايزيني اكمل هترفعوا الفيديوهات، ما انتوش عايزيني اكمل يبقى خلاص مفيش مشكلة، ما باليد حيل. المهم الفرخة دي كانت في العشة التانية مع الطيور التانية، فانا اتفاجئت بيها، لقيت تحتها فاش بطريقة غبية ما تتخيلوهاش. عملت ايه؟ جبت لها بودرة ملاسيون 5%، ورشيت البيض ورشيتها ورشيت الفرش بتاعها كويس، وشلتها بدرتها هي كمان، وجبتها بالقفص بتاعها حطيتها في المكان ده اهو. ده بعيد خالص ملوش دعوه بالطيور خالص، مكان لوحده اهو في الصاله. حطيتها هنا وحطت لها بقى ايه الفرش بتاعها، وقلت لها يلا على بركه الله كملي بقى تطلعك هنا. ما كنتش اعرف اصلا البيض اللي تحتها ده ما فرتهوش، ولا اعرف فيه كسر ولا ما فيهوش، بس كان الديك ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على الحبيب المصطفى. احنا ذبحنا الديك بتاعها في العيد. معدي قد ايه بعد العيد يا ولاد؟ والله ما انا عارفه، بس هي راقده يعني مش عارفه. بس انا ذبحت الديك ورحاب كانت هنا، فاتبقت الفرخه مع البيض اللي تحتها ده. قلت منين ما تطلعوا. عايزه اقول لكم الفراخ الهندي والحجازي والبراهمه من اجمل الفراخ اللي ممكن ترباها في بيتك. ليه بقى؟
ما شاء الله تبارك الله، فراخ حنينه كده زي ما انت شايفه. طبعا انا هاخد دولت من تحتها، لان انا لو سبتهم تحتها كده هتنشغل بيهم وهتبوظ شويه البيض اللي تحتها دول، واحنا عايزينها تطلع بقيه البيض اللي تحتها. زي ما انتوا شايفين البيض اللي تحتها كله احمر، وانا ما اعرفش هو بيض فرخه سودا ولا بيض ايه بالظبط، انا ما اعرفش. المهم ان انا ما شاء الله تبارك الله عندي شويه بيض حلوين هوريهم لكم دلوقتي. برضو البيض بيخروش خالص اهو، اما بيعمل الصوت العالي ده والبيضه بتخف تعرفي خلاص ان البيضه ايه، قربت تطلع، مسمعه وقربت تطلع. فانا جبتها هنا، وتعالوا اوريكم بقى انا طلقت العشه في بعضها وعملت ايه. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. الفراخ اللي مع الديك ده اهو، الديك ده اهو اول مره تشوفوه، لان اصلا ما كانش عندي ديك هندي. كل الفراخ اللي عندي كانت الديك الحجازي، واغلب البرابر ديت لسه شباب، اخواتي الديك لسه صغيرين. اللهم صل على الحبيب المصطفى. الفرخه الحمراء دي بربره، الحمراء الحلوه ده اهي بربره، والسودا اللي هناك ده اللي معاها ده بربره، والبيضه خالص ده بربره، والديك يعني ايه برابر، يعني اول بيض ليهم واول شغل ليهم. فانا عجبوني بصراحه، فقررت بقى ان انا اخلي الديك ده لما لقيته ما شاء الله كبر اهوت وبقى بيكسر، قلت خلاص بقى ايه، اخليه اربيه عشان اكثر منه سلاله، لان انا ما عنديش هندي خالص، عندي حجازي وما عنديش هندي. وكمان انا ذبحت الديك الكبير الحجازي، ففضل عندي الديك بقى هجين البرهمه والديك ده. فانا كنت عامله المكان ده هوت للهجين البرهمه مع الفراخ البلدي والفراخ الهجين البرهمه، وحاجزه المكان ده للديك واخواته. حسيت ان المكان ده ضيق على الديك، وكان عندي الفرخه الحمراء دي اول بيض ليها كانت بتطلع ترقد هنا كده وتبيض البيضه هنا، وسبحان الله 3-4 ايام ورا بعض كل يوم الاقي بيضه محطوطه هنا، بيضه محطوطه هنا، بيضه محطوطه هنا، وفجاه ما بقيتش الاقي بيض تقريبا. والله اعلم ان هي بقت تبيض والبيضه تقع، لاني اكتشفت ان هي نايمه على حرف الخشبه وراحت بيض. فانا عملت ايه بقى، جيت واخده الفراخ البلدي من هنا خالص، شايلاهم وديتهم هناك مع الرومي، وقلت خلي المكان ده هو مخصص للفراخ الهندي بس، حتى لو كتير على الديك. يعني ده معاه كام فرخه يا جماعه لحد دلوقتي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 فرخات، 8 فرخات ياما على ديك هندي، لان ديك الهندي مش زي البلدي. بس والله يا جماعه هو كل شويه بشوفه يكسر، كل شويه بشوفه يكسر. دولت هندي مع حجازي، دول كلك فراخي ومن تطليع فراخي. اللهم بارك. المهم يا جماعه، المهم انا لما لقيت الفراخ دي ما شاء الله تبارك الله حلوه كده، وسعت عليهم المكان، وقلت عشان احافظ على البيض بتاعهم. بصوا هوريكم بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك الخير، كتر علينا الخير يا رب. المكان ده بصوا، ده انا سبت نص العشه اهي مفتوح يهيصوا فيه، والنص التاني فتحته بحيث ان هم يبيضوا ويناموا فيه. ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك. انا كنت حاطه نوم امبارح 12 بيضه. استنى ما اشيل البتاعه دي كده. بسم الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا كنت حاطه هنا كده امبارح 12 بيضه، ادي 3 وادي 3 6 وادي 3 9 وادي 3 12 وواحده دي كانت هنا، دي كانت منبضه هنا، يبقى الحمرا ده هي اللي منبضه. بصوا هي مش باين هنا خالص ان هي حمرا، مع انه ما شاء الله احمر خالص. دي حمرا، دي حمرا خالص، بدأت تبان تمام. فقلت خلي عشان بقى ايه، الفراخ العتائي عارفه وهترقد. الفراخ البرابر في ريش فرخه سمراء، الفراخ البرابر جايز تكون التايجر، ممكن دي تكون بيضة البيضة الفرخة التايجر. هنا بقى مش فاكرة انا كنت حاطة كام بيضة، والله ما انا فاكرة، ممكن تكون كانت بيضة واحدة ما اعرفش. ما شاء الله تبارك الله البيضة دي جديدة. التلاتة ده همت، ايوه انا كنت حاطة بيضة واحدة بس، التلاتة ده همت منبضين النهاردة ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك اللهم بارك. البيضة ده البيضة اللي كلها دم ده منبضة النهاردة. البيضة ديت لسه اول بيضة الفرخة، معرفش بقى انهي فرخة فيهم هي اول بيضة ليهم. المهم ان انا يا جماعة حجزت كده، والبيض زي ما انتم شايفينه ما شاء الله تبارك الله احمر اهوت،
اغلبه احمر. اللي محدش باط هنا عايزين نجيب لهم شويه قش هنا، وفي واحده اكيد البراهمه، لان البراهمه ما بتنهضش تطلع تنام فوق. عايزه اجيب شويه قش كمان اتقل الفرش ده عشان احط لهم فيه بيضه، عشان في حاجه تبيض فيه. انا عملت اكتر من عش اهوت على اساس ان الفراخ لما تخلص بيض، طبعا الفرخه البراهمه ديت كانت نايمه عندي على بيض قبل كده ومطلعه لي كتاكيت، والفرخه اللي ورا الحجازي ديت اللي هي ازرق في منقرش ابيض دي بيضه وراقده، والسمره دي راقده قبل كده، والحجازي الكبير الرصاصي دي والتايجر دي دولت. يعني عندي كام واحده برابر؟ عندي 3 بس برابر، يبقى عندي 5 كانوا نايمين قبل كده ومطلعين قبل كده. عشان كده انا قلت ايه، اخلي المكان ده مخصص للبيض، والمكان ده وكمان يبقى دافي عليهم هنا حاجه بيباتوا عليها، بدل ما كانوا بيباتوا هناك عند الشباك. اللي عايزه تبات هنا هتبات، لان الجو بقى بارد. اللي عايزه تبات هناك تبات، واللي عايزه تبات على العجله تبات، واللي عايزه تبات هنا تبات. يبقى كده ايه، المكان ده كده بقى مخصص للبيض. هجيب شويه قش بس اكمل ده اهو عشان يبقى تقيل، مفيش حاجه تدخل تنام فيه، واحط فيه بيضه ونكمل مع بعض. اللهم صل على الحبيب المصطفى. بصوا يا جماعه، انا عملت حفره اهي، بركه في وسط القفص في وسط العش، عشان خاطر هجيب لها بيضه ولا 2 احطهم هنا. تمام، عشان كل الفراخ تبقى عارفه ان ايه، الاماكن دي كلها مخصصه للبيض. والفرخه اولا بتدخل تتعدل العش لنفسها وتنام زي ما هي عايزه تنام. بس احنا زي ما قلنا كده يا جماعه، البيض ده كله بيض فراخ هندي وحجازي، ما هوش بيض بلدي، ده كله بيض فراخي الهندي على الحجازي. ما كنتش بصور معاكم الطيور بقالي كتير قوي، كان عندي شوية شغل وما كانش عندي وقت وكده، بس احتمال نرجع نصور مع بعض تاني عشان كله يستفيد. اللهم صل على الحبيب المصطفى. الكتاكيت دي انا لسه ما قررتش هطلقهم هم وامهم لما تكمل تطليع ولا نبيعهم، لسه ما قررتش. لو هبيعهم هقول لكم في فيديو ان انا هبيعهم، وممكن اسرح امهم بيهم. البيض اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه ما جاش كده من فراغ. البيض ده عباره عن اكل بتاكلي فراخك وبتهتمي بيهم. لان في واحده كانت دخلت قالت لي يا ام رحاب، لما انا صورت البط وقلت البط بياكل بعض والبط قالت لي انت ما عدتيش زي الاول، ما عدتيش بتهتمي بالطيور، ما عدتيش بتاكليهم، عشان كده هم جاعوا وبياكلوا بعض. مش معنى اني ما بصورش الطيور ان انا بهملهم في الاكل. انا بجيب علف كزب تسمين 16% من بتاع المواشي، وبقلب عليه رز شعير، وبقلب عليه عيش، وباكل طيوري. مش معنى ان انا ما عدتش بصور معنى كده ان انا ديت هملت طيوري، لا، ديت روح وانا ما اقدرش اهملها. وزي ما انا كنت باكل قبل كده برضو باكل دلوقتي، بس مش كل الاوقات اللي انا بصور فيها الطيور. رجعت البتاعه ديت، رجعتها تاني على القفص، هي معلقه على القفص الكبير، العدايه ده والعدايه ده، عشان متقعش طبعا على بيض ولا على حاجه، وكمان تبقى مداريه على البيض. لان دايما الفراخ اللي بترقد يا جماعه بتبقى محتاجه كده دروه ومكان كن تبيض فيه وترقد فيه. والفراخ الهندي يا جماعه احنا مش بنرقدهم عافيه، هما اللي بيرقدوا لوحدهم. وفي الفراخ البلدي كمان فراخ بترقد. انا جبت الفرخه البراهمه هنا معاه لانها بتبيض، وانا مش عايزاها تكسر من الديك اللي هناك، انا عايزاها تكسر من الديك ده هو وتطلع لي كده ايه، هندي على براهمه، بيبقى حلو قوي قوي قوي. ما عادش عندي ولا واحده هندي على براهمه في الفراخ دي. كان عندي قبل كده الفرخه كانت بتبقى علو الديك ده. ربنا يبارك له ويبارك لكم. السؤال اللي انا كنت عايزه اساله لكم بقى في اول الفيديو يا جماعه، استنوا، الرومي ده انا من يوم ما جبت هنا الفراخ البلدي والفراخ اللي بتبيض ديت، من يوم ما جبتهم هنا بقالهم يومين اهو، وانا مش بلاقي ولا بيضه. معرفش بقى هو الرومي بياكل البيض، هو الرومي يا جماعه بياكل البيض بتاع الفراخ ولا ايه؟ بس اللهم صل على الحبيب المصطفى. الطيور ما شاء الله تبارك الله، بصوا كلهم حصالهم مليان، عشان انا لسه مغدياهم دلوقتي حالا.
لسه مغدياهم دلوقتي حالا. عايزه اسال كمان سؤال يا جماعه، الناس اللي متابعه معايا من زمان، لان انا الذاكره عندي بايظه خالص. الناس اللي متابعه معايا من زمان، انا كنت شاريه 8 فراخ رومي اللي هما دول كانوا 8، ولما جيت قلت لكم يا جماعه انا ما لقيتش فيهم غير بربرتين 2 بس و6 ديوك. طيب المفروض ان هما مات منهم نتايه وذبحت منهم ديك. كان الديك ده اهو طلع عليه خبزه، كسح له رجليه وما عادش بينهض يمشي. فانا قلت بدل ما يموت خساره، قعدت اكله شويه فلقيته مش بينهض يمشي على رجليه برضو. عشان كده عايزه اذبح الديك الاحمر ده ومستخسراه وعايزه اذبحه والله، او انزله بقى هو واخواته تحت في الاوضه اللي تحت واسيب الرومي بقى هنا وخلاص. المهم يا جماعه عشان ما انساش، انا ذبحت واحد امبارح وواحده ماتت، يعني المفروض كده فاضل 6، فاضل 5 ديوك وفرخه. انا مش لاقيه غير 4 ديوك وفرخه. حد فاكر هما الاتنين دولت من الانتاج الصغير اللي كان بتاعنا، لكن الكبار هما ال4 ديوك والفرخه. فرخه قدامها اهي وال4 ديوك. انتوا فاكرين؟ طب حد يراجع معايا الله يخليكم ويقول له هما كانوا 5 ديوك وفرختين. ولا انا ما ماتش من عندي، انا فاكره انا ما ماتش منهم غير واحده بس، انتايه كبيره ماتت كبيره والديك اللي ذبحته بس. يعني المفروض كده في ديك ضاع منين بقى انا ما اعرفش. ممكن يكون نط من البلكونه او نط من الشباك، جايز الديك ده ضربه ونط عدى من ورا السلك ونط، مش عارفه، او طار من هنا وطلع نط، مش عارفه. انا ما اعرفش هو نط امتى ولا هو ضاع ولا ما ضاعش، مش لاقيه بصراحه، وما اعرفش هو ضاع امتى عشان اسال عليه. يلا يا جماعه، اسفه لو طولت عليكم. قولوا لي رايكم في الفيديو، قولوا لي رايكم فيه، عشان بقالنا كتير قوي ما نزلناش مع بعض فيديوهات طيور. شجعوني كده، ربنا يجازيكم خير. حطوا لايكات كتير عشان القناه تنهض تاني، عشان نفضل نكمل مع بعض وافضل معاكم على طول. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.